وكمان هتفادي نفسك من ايه؟ هتفادي نفسك من مشكله في الفلام، هتفادي نفسك مشكله من الديسك. ولا العربيه معاك هترعش، ولا هتبوظ الديسك، ولا هتبوظ الفلام، ولا هتبوظ مساطرك. بعد كل اللي انا بقوله ده، ان كمان ادعي ربنا ان ربنا يعطرك في تاجر يبقى عنده امانه وعنده ضمير وعنده شرف ان يديك اسطوانه كويسه، او عموما يبقى يبيع لك قطعه غيار كويسه. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده للاسف الصفات دي ما بقتش، انعدمت الامانه، وانعدمت التجار اللي ما عندهاش امانه ولا عندها ضمير ولا عندها شرف. كل المشكله ان هو بيفكر ازاي يستغل الازمه اللي احنا فيها دي، بيستغل ازمه السواقين، بيستغل ازمه غلو قطع الغيار العربيات، ويعرف ازاي ان هو يمنع هنا ويقفل هنا ويقفل الحنفيه ويفتح الحنفيه. كل الكلام ده كله ان ربنا يعطرك في حد عنده ضمير وعنده امانه وعنده شرف، يبقى انت حاجه كويسه قوي، يبقى انت يعني حد يدعي لك دعوه حلوه يعني. اشكركم على المتابعه، كان فيديو مهم جدا. لو استفدت من الفيديو ده يا ريت تشيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا كنت قلت في فيديو من الفيديوهات قبل كده، لما تيجي عندك مشكلة في طقم الدبرياج تغير الأربعة، الأسطوانة والديسك والبلية والفرش. طيب الوضع اللي احنا فيه والحالة اللي احنا فيها، الظروف اللي احنا فيها، أنا ممكن أغير الأسطوانة بس ويبقى تحافظ لي على العربية وتحافظ لي على الباقي وتحافظ لي على اللي جاي ورا. ايه هو اللي جاي ورا؟ طب انا امتى بقى الاول اغير الاسطوانه؟ بعد كام كيلومتر؟ طب انا يا عم عايز دلوقتي شغال داخلي مسافات قصيره، طب انا دلوقتي شغال مسافات طويله، هل ده زي ده؟ لا. المسافات القصيره 70,000 كيلو، ده بناء على ناس محترمه زي اخونا اللص احمد ابو المعاطي من الناس الميكانيكيه الشطار. 70,000 كيلو لو انت شغال داخلي. طب لو انا شغال طوالي 120,000 كيلو، لان الدبرياج بيتقل معاك. هو طالما البدال تقل معاك يبقى انت عندك مشكله في الاسطوانه. طالما تقل معاك بيتقل على ايه بقى كمان؟ بيتقل على ايه؟ بيتقل على المساطر، بيتقل على مصدر الدبرياج، بيتقل على يعني مصدر العلوي والسفلي، بيتقل بيبوظوا، ما هو تقل عليه. فاحنا هنعمل ايه؟ نغير الاسطوانه. الاسطوانه دي بتريح الدنيا دي كلها، تريح لك المساطر، ما خلاص ما بقاش تقل بقى على المساطر، لان الدبرياج تقيل تقله على المسطر العلوي والمسطر السفلي. تمام؟ فعشان كده انا بقول لك غير الاسطوانه بس، هتلاقي نفسك العربيه راحت في حته تانيه خالص. موضوع بسيط قوي. في الظروف اللي احنا فيها دي تقدر تحافظ بقى على العربيه. اسطوانه بقى ايا كان المبلغ، انتوا عارفين طبعا الاسطوانات اللي موجوده في السوق اسطوانه محترمه مع فرش. اسطوانه وفرش لو انت شغال داخلي 70,000 كيلو، لو انت شغال على الطرق السريعه يبقى 120,000 كيلو. الكلام ده احنا بنقوله لاصحاب العربيات وبنقوله للشركات بنقوله لاي حد يعرف. اتمنى لو الفيديو ده عجبك شيره، واتمنى اكتب لنا في التعليق لو في اي حاجه، اكتبوا لنا في التعليق. لازم تشاروا ليه؟ انت استفدت منه، لو سمحت فيد بيه غيرك. الظروف اللي احنا فيها لازم نقف كلنا جنب بعضينا. ولينا فيديو تاني في مواضيع تانية. اشكركم جدا على المتابعة. انا كنت معاكم عزت المصري.